أثارت تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأن الجيش الجزائري جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة أثارت خوفا كبيرا في الكيان الصهيوني. وقال المحلل السياسي الصهيوني بصحيفة بديعوت أحرنوت الإسرائيلية قال بأن كلمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمات أثارت خوفا كبيرا، واعتبرها الاحتلال الصهيوني تهديدا مباشرا له، وأثارت ردود فعل في شبكات التواصل الاجتماعي سواء في الكيان الصهيوني أو العديد من الدول العربية. وأشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحرب القائمة بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، وقال في كلمة له إنه يريد إرسال مساعدات إلى قطاع غزة. ومن هنا يتضح بأن تصريحات الرئيس تبون أثارت جدلا كبيرا في الأوساط العربية وكذلك في وسط الكيان الصهيوني، كما أثارت تخوف المسؤولين الإسرائيليين من تدخل جزائري في قطاع غزة.